في وسط الطاعون والموت والحصار كانت الحكايات والقصص هي المهرب من الخوف والملل. زي وقت الكورونا كده، ما كانش قدامنا غير ان احنا نحكي ويا بعض علشان نخلص من الوقت ده. وعشان زمان ما كانش فيه تيك توك 10 قصص بيحكي كل فرد قصة. خلصنا قصص اليوم الأول، وشروط اللعبة كانت موجودة في الحلقة اللي فاتت، هتلاقوا لينك الحلقة تحت في الديسكريبشن. وفي اليوم الثاني الملكة فيلومينا طلبت قصص عن أشخاص اتعرضوا لمحن ومصايب صعبة، بعدين وصلوا للسعادة بعد سلسلة طويلة من المتاعب. القصة الأولى، مارتينيلو والقديس اللي كان قرب يقتله. في مدينة إيطالية اسمها تريفيزو مات راجل اشتهر بالورع والتقوى، وبعد موته ابتدت تنتشر قصص عن معجزات بتحصل عند جثمانه، والناس بدأت تتوافد من كل مكان. الأعرج جاي يطلب الشفاء، والأعمى جاي يسترد بصره، والمريض جاي يدور على معجزة. ومع مرور الوقت المكان بقى زحمة بشكل جنوني. في الوقت ده كان في شاب اسمه مارتينيلو. الراجل ده كان معروف بحبه للمقالب والتنكر والسخرية، وكان معاه مجموعة أصحاب بيحبوا المغامرات. سمعوا عن الهوس اللي أصاب الناس بسبب الجثمان، فقرروا يروحوا يشوفوا الموضوع. لما وصلوا لقوا إن الزحمة مستحيلة، مفيش أي فرصة إنهم يقربوا من الجثمان. هنا جات لمارتينيلو فكرة، قال لأصحابه أنا هتنكر في شكل مشلول، وفعلا بدأ يمثل إنه عاجز عن الحركة. أصحابه شالوه وسط الناس وهما بيصرخوا وسعوا الطريق، الراجل المشلول جاي يتبارك بالقديس. والجمهور اتعاطف معاه وفتحوا له طريق وسط الزحمة. وصل مارتينيلو للجثمان، وفجأة قام واقف على رجليه كأنه اتعالج، وبدأ يتحرك بصورة طبيعية. الناس في البداية اندهشت، بعدين صرخت، لكن بعد ثواني بدأ شوية من الموجودين يشكوا. واحد قال إنه شافه قبل كده وما كانش مشلول، وخلال دقايق اتحولت مشاعر الإعجاب لغضب. الجمهور كله هاج عليه، كل واحد عايز يضربه، وكل واحد شايف إن الراجل ده استهزأ بالمقدسات. ولولا تدخل بعض الحراس كان الناس قتلته في مكانه. بدل ما يهرب من الضرب اتقبض عليه واتسجن، والمشكلة ان العقوبة المتوقعة كانت ممكن توصل للإعدام. فجأة المقلب البسيط اتحول لكارثة حقيقية. راحوا لكبار المسؤولين، حاولوا يستخدموا العلاقات والمعارف، وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات والمفارقات والرشاوي قدروا يقنعوا السلطات يفرجوا عنه، لكن بعد ما كان على بعد خطوات من الموت. وتنتهي القصة بسخرية واضحة عن الجماهير اللي بتتحول بسرعة من الإيمان المطلق للعنف المطلق. القصة الثانية، رينالدو دي أساتي والعاصفة اللي غيرت مصيره. كان في تاجر اسمه رينالدو دي أساتي مسافر في رحلة طويلة، معاه فلوس وبضايع وأحلام كبيرة بتحقيق أرباح، لكن الطريق كان خطر. وأثناء السفر اتعرض لكمين، مجموعة لصوص هاجموه، سرقوا كل حاجة، الفلوس والبضايع حتى الهدوم تقريباً. في ساعات قليلة اتحول من تاجر غني لراجل فقير معدم، بقى يمشي في البرد وهو جعان وما عندوش مكان يروح له، وكان مقتنع ان حياته انتهت. وصل لقرية صغيرة في حالة مزرية، حاول يطلب المساعدة لكن معظم الناس رفضوه. شوية اعتبروه شحات، وشوية طردوه، وفي النهاية قابل ست أرملة. الست دي استقبلته جوه بيتها، أكلته ودفته وعملته بكرامة رغم انها ما تعرفوش. وهو عندها بدأت تحكي له عن حياتها، واتكلموا لساعات طويلة، وبقى في نوع من الثقة بينهم. وفي نفس الوقت كان اللصوص اللي سرقوه بدأوا يتخانقوا بينهم وبين بعض عن الغنيمة، وتعرض منهم ناس لحوادث ومشاكل. وفي النهاية وصلت الأخبار للسلطات، وبصورة غريبة ومتتابعة بدأت أجزاء من فلوس رونالدو ترجع له. بعدين رجعوا جزء تاني، بعدين اتقبض على الحرامية، وفجأة لقى نفسه بيسترجع ثروته اللي افتكر إن هي ضاعت للأبد. ده كمان خرج من المشكلة كلها بصداقة قوية مع الأرملة اللي كانت خدت بالها منه. القصة كلها مبنية على إن الحظ ممكن يقع بيك لسابع أرض وفجأة يطلعك لسابع سما. القصة الثالثة، الثلاث إخوات اللي ضاعت ثروتهم. كان في 3 إخوات ورثوا فلوس كتير جدا. في البداية عاشوا حياة مترفة جدا، صرف من غير حساب، وسفر، واحتفالات، ومظاهر غنى مستمر. وكل سنة كانت الثروة بتقل، وكل سنة المصاريف بتزيد، لحد ما جت اللحظة اللي اكتشفوا انهم فيها فلسوا تقريبا. الصدمات بدأت تيجي ورا بعض، الديانة بيطالبوا بحقوقهم، الصحاب اختفوا، والخدم سابوهم. اضطروا الاخوات يسيبوا مدينتهم ويدوروا على فرصة جديدة. وخلال رحلتهم مروا بسلسلة طويلة من المصاعب، الجوع، الخوف، والسفر، والإهانات. لكن في النهاية بتوصلهم الصدفة لاكتشاف أسرار وأموال كانت مخفية من سنين، وبفضل الاكتشافات دي قدروا إنهم يعيدوا يبنوا حياتهم من تاني. الفكرة الأساسية هنا إن الثروة السهلة ممكن تضيع بسهولة، لكن الخبرة اللي بيكتسبها الإنسان بعد الوقوع هي اللي بتنقذه، بس لما تجيله فرصة تانية. القصة الرابعة،
لاندولفو ريفولو، التاجر اللي خسر كل حاجة بعدين رجع أغنى مما كان في تاجر غني جدا 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 اسمه راندولفو ريفولو من مدينة رابيلو. شايفين الإيطالي بتاعي؟ الراجل ده كان عنده ثروة كبيرة وشغل ناجح، لكن المشكلة إنه ما اكتفاش باللي عنده. كل ما كان يكسب أكتر كان عايز يكسب أكتر منه، وكل ما تزيد ثروته تزيد رغبته في مضاعفتها. في يوم قرر يدخل في تجارة ضخمة جدا، أكبر من أي تجارة عملها قبل كده. باع جزء كبير من ممتلكاته واشترى سفينة مليانة بضايع غالية، وكان مقتنع إنه راجع بثروة خرافية. لكن أول ضربة جت بسرعة، التجارة فشلت، والأسواق اللي كان معتمد عليها ما حققتش الأرباح المتوقعة، وخسر جزء ضخم من فلوسه. بدأ يحس بالخوف لأنه لأول مرة في حياته بيشوف ثروته بتنهار، وبدل ما يقف ويعيد التفكير عمل الغلطة اللي بيقع فيها ناس كتير، عمل فيديوهات يوتيوب. لا، هو حاول يعوض الخسارة بمغامرة أكبر، دخل في صفقات خطر أكتر، واستثمر اللي اتبقى عنده من فلوس كلها، والنتيجة كانت أسوأ. قفلوا له قناة على اليوتيوب، خسر كل حاجة. في فترة صغيرة اتحول من أغنى تجار منطقته لراجل مفلس. لكن الكارثة الحقيقية ما كانتش لسه جات. وهو رجع بالسفينة هجمته مجموعة من القراصنة، استولوا على السفينة وسرقوا البضائع، وكمان بقى أسير عندهم. هنا وصل لاندولفو للقاع الحقيقي، لا فلوس ولا أمل ولا حرية. لكن القدر كان بيجهز مفاجأة جديدة. وسط الرحلة القراصنة اتعرضت سفينتهم لعاصفة رهيبة، البحر هاج بعنف، والأمواج بدأت تضرب السفينة من كل ناحية. وبعد ساعات من الصراع اتحطمت السفينة بالكامل. لقى لاندولفو نفسه في المية وسط الضلمة، حواليه حطام وخشب وجثث، وكان فاكر ان نهايته قربت. وهو بيحاول ينجو لمح صندوق خشب عايم على وش المية، مسك فيه بكل قوته وفضل متعلق بيه لساعات طويلة. الأمواج كانت بتحدفه من مكان لمكان، وهو بين الحياة والموت، لحد ما رمته الأمواج أخيراً على الشط. كان منهك تماماً، مش قادر يقف ولا مصدق إنه لسه عايش. شوية ستات لقوه مرمي على الشط، فخدوه البيت قريب ونضفوا جروحه وأكلوه، وفضلوا معاه لحد ما فاق. وبعد أيام قرر يفتح الصندوق اللي أنقذه، وكان متوقع إنه يلاقوا فيه شوية هدوم أو أكل. لكن المفاجأة كانت مذهلة، الصندوق كان مليان أحجار كريمة وفلوس وذهب، ثروة ضخمة جداً، يمكن أكبر من اللي كان يملكه قبل ما يفلس. فضل يبص للكنز مش مصدق. الراجل اللي خسر كل حاجة واتأثر ونجي من الغرق بأعجوبة اكتشف إنه بقى غني مرة تانية، فرجع لبلده، لكن المرة دي بحكمة أكبر وطمع أقل. وفهم إن الحظ قادر إنه يهد حياة إنسان بالكامل، وقادر كمان يبنيه في لحظة. القصة الخامسة، أندروتشو من بروجيا. ليلة واحدة من الجنون في نابولي. بطلها شاب بسيط اسمه أندروتشو، كان تاجر خيول من مدينة بيروجيا، وفي يوم سافر نابولي ومعاه 500 فلورين ذهب، وكان المبلغ وقتها ثروة محترمة. وصل نابولي لأول مرة في حياته، مدينة كبيرة ومبهرجة ومليانة نصابين وحرامية، لكن أندروتشو ما كانش يعرف ده. كان طيب وساذج نوعا ما. في السوق بدأ يتعامل بفلوسه قدام الناس، وخرج الذهب أكتر من مرة. وهنا بدأت العيون تراقبه. واحدة من النصابين لاحظته وكانت ذكية جدا، سألت عنه، عرفت هو جاي منين واسمه ايه، وعرفت كمان توصل لأسامي قرايبه. بعدين حطت خطة علشان توقعه. بعتت ليه خادمة تدعوه لزيارة سيدة نبيلة، وقالت له إن الست عايزة تتكلم معاه في موضوع عائلي مهم. أندروتشو صدق القصة وراح معاها، واستقبلته الست في حفاوة كبيرة. بعدين بدأت تعيط وبتقول له إنها أخته غير الشقيقة اللي ما شافهاش من سنين، وعملت قصة طويلة مليانة تفاصيل. المفاجأة إن المعلومات اللي هي جمعتها عنه خدمتها في الموضوع ده، وخلت كلامها يبان حقيقي. فصدقها جدا وبقى مقتنع انها اخته فعلا. قعد معاها ساعات واكل وشرب وحس بالامان الكامل. ووسط كل ده كانت هي بتراقب كيس الذهب. ولما دخل الحمام بالليل حصلت الكارثة، وقع جوه حفرة قذرة مربوطة بمجاري الصرف، وفضل محبوس هناك. وهو بيحاول يخرج كانت الست سرقت فلوسه كلها وقفلت البيت واختفت. بعد مجهود كبير خرج من الحفرة أخيرا، لكنه لقى نفسه في الشارع مليان قرف وتعبان ومفلس. كان فاكر ان دي أسوأ ليلة في حياته، لكن الحقيقة ان المصايب لسه ما خلصتش. وهو ماشي قابل مجموعة حرامية، وبدل ما يهرب منهم اتورط معاهم في سرقة قبر رئيس أساقفة مات قريب. كانوا عارفين ان الميت اتدفن معاه مجوهرات غالية. بالليل دخلوا المقبرة وفتحوا القبر ووصلوا للجثة، لكن اللصوص قرروا خيانته ونزلوه القبر الأول، بعدين حاولوا يسيبوه محبوس هناك. فجأة لقى نفسه جوه قبر مقفول عليه مع جثة. في أي قصة عادية كان دي هتكون نهاية البطل، لكن أندروتشو كان محظوظ بشكل غريب.
لأن مجموعة لصوص تانية جم برضو لنفس القبر، ولما فتحوا التابوت نط أندروتشو فجأة من جوه، والحرامية اترعبوا وافتكروا إن الميت قام من قبره فهربوا. أما أندروتشو استغل الفرصة وأخد خاتم غالي وهرب، والصبح لقى نفسه عايش ومعاه جوهرة غالية رغم إن اتسرقت فلوسه كلها. وخلال ليلة واحدة اتنصب عليه ووقع في القرف واتسرق ودخل قبر، وده كله في ليلة واحدة. وبعدين خرج وفي جيبه كنز صغير. وبتنتهي القصة باعتبارها أعظم قصة عن الحظ السيء والحظ الجيد في الديكامبر. القصة السادسة، مادونا بريتولا، الأم اللي فرقتها البحور عن أسرتها. كان في راجل نبيل اسمه ألجيتو، كان شغال في منصب مهم في جزيرة صقلية، وكان متجوز من ست اسمها بريتولا، وعندهم أطفال صغيرة. في فترة من الفترات وقعت اضطرابات سياسية وصراع على الحكم. ألجيتو خسر منصبه واتقبض عليه واتسجن. فجأة اتحولت حياة الأسرة من الرفاهية للخوف. بريتولا فهمت إن وجودها في الجزيرة خطر عليها وعلى عيالها، فقررت تهرب عن طريق البحر. ركبت سفينة مع عيالها ومع الخدم على أمل إن هي توصل لبر الأمان، لكن البحر على رأي منير غدار ما بيضحكش، فكان ليه رأي تاني. ضربت السفينة عاصفة ضخمة، الركاب اتفرقت والأسرة ضاعت، كل واحد اتحدف في اتجاه مختلف. بريتولا وصلت جزيرة معزولة وهي فاكرة ان جوزها مات واولادها ضاعوا للابد. عاشت فترة طويلة وسط اغراب، عاشت فترة طويلة على امل ان واحد من افراد اسرتها يكون لسه عايش. اما الاطفال فكل واحد منهم راح لمكان مختلف، شوية منهم اتربوا عند اشخاص ما يعرفوش اصلهم الحقيقي، وشوية اتنقل من مدينة للتانية. ومرت سنين طويلة، لكن القدر بيلعب لعبته ببطء. كل شخص فاكر انه فقد الباقي للابد، لكن مع مرور السنين بتبدأ الخيوط تتجمع. معلومة صغيرة هنا، وشخص يتعرف على شخص هناك، وعلامة قديمة يفتكرها حد، وفي النهاية بتحصل سلسلة من الاكتشافات ورا بعض. فالأطفال بيلاقوا بعض، بعدين بيعرفوا ان امهم لسه عايشة، وكمان بيكتشفوا ان الأب لسه ما ماتش. بعد سنين من الفراق بتتجمع الأسرة تاني، كل واحد منهم بقى شخص مختلف بسبب اللي مر بيه. وبتنتهي القصة بانتصار الصبر على المحنة. القصة السابعة، بنت السلطان اللي طفت البحر المتوسط كله. دي من أطول قصص الديكامبر. بطلتها شابة جميلة جمال مش طبيعي، بنت سلطان من سلاطين الشرق، كانت عايشة حياة مرفهة جوه القصور، لكن حياتها بتتقلب فجأة بسبب الأحداث السياسية والحروب. بيبعتوها في رحلة بحرية عشان يحموها، لكن السفينة بتتعرض لمشاكل وبتتنقل من إيد لإيد ومن بلد لبلد. في كل محطة تقريبا بتقع تحت سلطة أشخاص جديدة، شوية طيبين وشوية طماعين وشوية عايزين يستغلوا مكانتها وجمالها. وخلال سنين طويلة بتتنقل بين كل جزر البحر المتوسط، مدن إيطالية، موانئ تجارية، قصور نبلاء، بيوت تجار، وكل مرة بتفتكر ان مصيرها استقر. بعدين تيجي كارثة جديدة، ورغم كل اللي بيحصل بتحتفظ بقدرتها على التكيف وذكائها. بتتعلم لغات وتفهم طباع الناس، وبتتعلم ازاي تنجو من المواقف الخطيرة. وفي النهاية وبعد رحلة طويلة شبه الأوديسا، واللي هتلاقوا فيديو عنها في الديسكريبشن تحت، بتقدر ترجع لوطنها. لكنها ما بترجعش نفس البنت المرفهة، بقت ست لفت العالم كله تقريبا. القصة كلها بتقوم على فكرة ان الانسان بيتغير بالسفر والمعاناة اكتر ما بيتغير بالراحة. القصة الثامنة، الكونت دانفيرس واطفاله الضايعين. كان في نبيل كبير اسمه الكونت دانفيرس، كان عايش حياة مستقرة مع اسرته، لكن مؤامرة سياسية بتدمر كل حاجة. بيتعرض للاضطهاد وبيتحول لشخص مطلوب للعدالة، فبيضطر يهرب. وخلال الهروب بتضيع أسرته بالكامل، مراته بتختفي وأطفاله بيتفرقوا، وكل واحد بيتربى في بيئة مختلفة. واحد من الأطفال بيربي نبلاء، واحد تاني بيعيش بين عامة الناس، وتالت بيخدم في أماكن بعيدة. وتمر سنين طويلة جدا، وفي كل فترة يظهر دليل جديد أو علامة تكشف الحقيقة. وفي النهاية بتنكشف الهويات الحقيقية، ويتجمع الأب مع أطفاله، وترجع الأسرة لمكانتها اللي ضاعت منها. القصة مليانة تنكرات وفراق ولم شمل، وكانت من الأنواع المحبوبة جدا عند قراء العصور الوسطى. القصة التاسعة، برنابو الجنوي ومراته جينيفرا. كان في تاجر غني اسمه برنابو، وكان متجوز من ست غنية وجميلة جدا اسمها جينيفرا. وفي يوم قعد مع مجموعة من التجار وبدأ الكلام عن الستات والخيانة. أغلب الرجالة قالوا إن كل ست ممكن يضحك عليها لو لقت الفرصة المناسبة، لكن برنابو دافع عن مراته وقال إنها مخلصة ومش هتخونه أبدا. واحد من التجار واسمه أمبريزولو اتريق عليه وقال إنه يقدر يثبت العكس، وتحول النقاش لرهان كبير. سافر أمبروجيلو للمدينة اللي بتعيش فيها جينيفرا وحاول يغويها، لكنه فشل تماما. وهنا قرر يرجع للخدعة.
استخبى جوه صندوق كان داخل لبيتها، وبالليل خرج من مخبأه وهي نايمة، ما لمسهاش وما خانتش جوزها معاه، هو بس راقب الأوضة كلها وحفظ تفاصيلها وشاف علامة مميزة على جسمها، ورجع لبرنابو ووصف له الأوضة بالتفصيل ووصف له العلامة اللي موجودة على جسم مراته. برنابو اتصدم وافتكر إن الراجل مش هيعرف التفاصيل دي إلا لو كانت مراته خانته معاه فعلا. غضبه عماه وأصدر أوامر إن مراته تتقتل، لكن الشخص المكلف بقت لها أشفق عليها وسابها تهرب، فاتنكرت جينيفرا في هيئة راجل وعاشت سنين باسم مختلف، وخدمت عند ملوك ونبلاء وأثبتت كفاءة كبيرة. ومع مرور الوقت اكتشفت الحقيقة وعرفت ازاي خدع أمبروجيلو جوزها، وفي النهاية جمعت الكل في مجلس كبير وأجبرت المحتال انه يعترف، وانكشفت المؤامرة بالكامل، وعرف برنابو الحقيقة وانهار من الندم وطلب من زوجته تسامحه. أما المحتال فحصل على عقابه. وبتنتهي القصة بانتصار الوفاء على الخداع. القصة 10 باجانينو والقاضي ريتشاردو. كان في قاضي غني اسمه ريتشاردو اتجوز ست جميلة جدا، لكنه كان بيغير بصورة مرضية، فكان بيمنعها تخرج وبيفرض عليها تحكمات كتير وبيعملها كأنها مسجونة عنده. الزوجة بدأت تحس بالتعاسة، مش عشان بتكره جوزها لكن عشان فقدت حريتها. وفي يوم من الأيام خطفها قرصان مشهور اسمه باجانينو. القاضي اتجنن وبدأ رحلة طويلة علشان يرجعها. بعد مجهود كبير وصل المكان اللي هي عايشة فيه وكان مستعد يدفع أي فدية، لكن المفاجأة إن الزوجة نفسها ما كانتش عايزة ترجع. اكتشف إنها بقت عايشة حياة سعيدة، وإن باجانينو كان بيعاملها باحترام أكتر من جوزها. حاول يقنعها ويترجاها وعرض عليها إنها ترجع، لكنها رفضت وقالت له بصراحة إن غيرته وسجنه هما السبب في اللي هي فيه دلوقتي، وإنها مش عايزة ترجع لحياتها القديمة. القاضي اضطر في النهاية إنه يقبل بالأمر الواقع، أما الست فاختارت إنها تبدأ حياة جديدة. القصة كانت صادمة جدا بالنسبة لزمانها، لأن بوكاتشيو هنا مش بيقدم النهاية التقليدية اللي هي بترجع كل حاجة فيها زي ما كانت، لكن بيخلي البطلة بتختار بنفسها المصير اللي هي عايزاه. اليوم التاني كله هنا قايم على فكرة واحدة، كل الأبطال تقريبا بيخسروا كل حاجة، بيتعرضوا للغرق أو سرقة أو حبس أو فراق، بيكونوا في كارثة كاملة وفجأة تتقلب الآية. منهم اللي يلاقي كنز أو يلاقي أسرته أو يرجع له شرفه أو حتى يبدأ حياة جديدة أفضل، وكلهم بيتغيروا للأحسن بعد كل اللي مروا بيه، لأن التجربة بتصنع البني آدم والمعاناة بتهذبه. واستنوا اليوم الثالث المرة الجاية، بس ما تنسوش حاولوا تقروها، ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الايام انكم تقروها. واشوفكم قريب بالمختصر المفيد مع احمد حسن.